هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. يأتيكم بث صوت حزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.org من إعداد مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكلف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 26 من أكتوبر 2020، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك تطورات الأنشطة الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. وزير خارجية النظام الإريتري وصاحبه مستشار السياسة فورقي في الخرطوم لتحقيق مهام أمنية. الرئيس الجيبوتي يرفض مقابلة الرئيس الإريتري. الإريتري إبراهيم من بؤس ساوى إلى رحاب قبة البرلمان النيوزيلندي. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم في 20 من أكتوبر 2020 وزير خارجية النظام الإريتري أسماء صالح ومستشار السياسة فورقي يماني قبرآب. تأتي الزيارة دون إعلان أو موعد وجدول عمل واضح، وذكرت وسائل الإعلام السودانية أن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين وتمتينها، وهو التعبير الذي درج أن ينتهي إليه الإعلام الرسمي عقب كل زيارة يقوم بها مسؤولون من كلا البلدين لبعضهما. وأضافت وكالة زاجل الإريترية للأنبازينا أن زيارة الوفد الإريتري الرسمي تأتي عقب أحداث الشرق الدامية، وحديث متباين عن دور إريتري رسمي الذي ينكره بعض المحللين ويقره البعض الآخر، موضحا أن إقالة والي كسلا صالح عمار كانت بضغط إريتري حسب ما يتداوله ناشطون كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي.
علما أن الملاحظ وصول وفد إريتري رسمي عقب معظم الأحداث الهائجة في شرق السودان دون أن ينشر للوفد نتائج ملموسة تعود لصالح الشعب الإريتري. يذكر أن هذه الزيارة قد سبقتها زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين من ضمنها عقد قمة بين رئيسي البلدين البرهان وأفورقي في شهر يونيو الماضي بالخرطوم، وفي شهر سبتمبر 2020 بالعاصمة الإريترية أسمرة، إلى جانب وصول وفد عسكري إريتري رفيع إلى الخرطوم بقيادة رئيس الأركان الإريتري خلال شهر يونيو الماضي. وقد عبر عن الزيارة الجديدة القائم مقام السفير الإريتري إبراهيم إدريس بأنها تهدف إلى تطوير العلاقة الممتازة بين البلدين وإحكام التنسيق بين الدولتين في القضايا الإقليمية. ويرى المراقبون أن العلاقة التي وصفها إبراهيم إدريس بالممتازة لم تستطع حتى الآن أن تفتح الحدود بين البلدين وأن تأتي بسفير لدولة إريتريا لدى السودان، كما أنها عاجزة عن تبادل منافع ومصالح اقتصادية تصب في صالح مواطني كلا البلدين. ولم تظهر هذه الزيارات المتبادلة سوى اهتمامها بالملفات الأمنية والتنسيق بين النظامين في القضايا الإقليمية والدولية. أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة من أديس أبابا لإذاعة إرينا الدولية بأن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي رفض الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للقاء الرئيس الإريتري إسياس أفورقي في مدينة بحردار في الزيارة الأخيرة إلى إثيوبيا والتي استمرت ل3 أيام. وأكدت المصادر بأن الرئيس الجيبوتي لم يلبي دعوة الرئيس الوزراء الإثيوبي تأكيدا لموقفه الشخصي من اللقاء بالرئيس الإريتري، حيث كان قد رفض المشاركة في القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الصومال وإريتريا وإثيوبيا في كل من أسمرة وبحردار العام الماضي. وكان الرئيس الجيبوتي قد أكد أكثر من مرة بأن إريتريا هي مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، وأن رئيسها بشكل خاص يقف وراء تدهور الأوضاع في المنطقة، خاصة حالة اللا سلم واللا حرب مع جيبوتي. ورغم جمع السعودية للرئيسين في جدة وتوقيعهما اتفاق لحل الخلافات بينهما، إلا أن جيبوتي تصر على موقفها بأن تحدث إريتريا تغييرا جذريا حول موقفها من الخلاف الحدودي بين البلدين. فاز الإريتري إبراهيم عمر بعضوية البرلمان النيوزيلندي ضمن مقاعد حزب العمال الفائز في الانتخابات العامة الذي تتزعمه رئيس الوزراء جاسيندا أردين. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن إبراهيم يعتبر أول إريتري يفوز بمقعد في البرلمان النيوزيلندي، وهو الهارب من إريتريا، حيث أجبر مع أقرانه للمكوث في معسكر ساوا سيء الصيت والخدمة الوطنية طويلة الأجل وغير محددة المهام. إبراهيم الذي عمل كموظف محلي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان قبل أن يجد فرصة الانتقال والعيش في البلد الثالث، انخرط سريعا في العمل العام وسط الجاليات الإفريقية واكتسب عضوية حزب العمال. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. تريد رقمنا يا أمنا يا فرحنا
يدرقي يتحسبك شعبنا اللي عودنا يدرقي برواد اللي تاقي اسممي كما اهتقي منا قبل تتعلم منا لقد تتعلم اللي نقلوه بعبي منا قبل تتعلم اللي نقلوه بعبي يهمنا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا يا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا قلت لنا ينريم توسكا غروب الري قلت لنا ينريم توسكا غروب الري اسكا باين فكر ينسك بنت الري موتنا وحياة تتكافل موتنا وحياة تتكافل لين حد ويفري يهمنا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا يا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا يا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا كمسلكينا وبيتنام كلها مرير قادلو كمسلكينا وبيتنام كلها مرير قادلو وقف يوم نبنا مرير تريد تدغو عودكم سناينتا عودكم سناينتا شو أدركنو يهمنا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا يا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا يا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا جبتي بقن صدا من طولك لا تبرى جبتي بقن صدا من طولك لا تبرى ابكم نفيرة مقندات وبورا بعشرة عاوز لما تحناتو عاوز لما تحناتو وانا استنفي بهالدرة يهمنا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا يهمنا يا فرحنا قلنا لا تريد رقمنا قلت لنا ينريم توسكا غروب الري قلت لنا ينريم توسكا غروب الري اسكا باين فكر ينسك بنت الري موتنا وحياة تتكافل موتنا وحياة تتكافل لين حد ويفري أمرنا فنودنا قلت قال اللي قلت وقلعنا نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت صدى النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون واشنطن بوست. أزمات إثيوبيا تتفاقم بعد عام من فوز أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها إن الأزمات في إثيوبيا تزداد بشكل مضطرد منذ حصول رئيس وزرائها أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام العام الماضي. وذكر التقرير الذي عده ماكس بيراك
مدير مكتب الصحيفة بالعاصمة الكينية نيروبي أن إثيوبيا تعاني من اضطرابات سياسية تزداد باستمرار، مما قوض بعض الآمال السامية التي عقدت على أبي أحمد من قبل أنصاره واللجنة المانحة للجائزة في أوسلو النرويجية. ومنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لرئيس الوزراء الإثيوبي تقديرا لجهوده في إقرار السلام مع الجارة إريتريا بعد سنوات من العداء تخللتها حرب حدودية استمرت منذ عام 98 و900 ألف إلى عام 2000. وذكرت الصحيفة أن أبي أحمد انخرط منذ تنصيبه رئيسا للوزراء عام 2018 في وضع أجندة إصلاحات تضمنت بسط الحريات المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحرير التجارة، ووعد بإجراء أول انتخابات حرة وتعددية في تاريخ إثيوبيا. لكن سلسلة من الأزمات عصفت بالبلاد بعد ذلك، مما أدى إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات، وأثارت تساؤلات من قبل الكثيرين عما إذا كان تتويج أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام أمر سابقا لأوانه. وقد أدت أعمال عنف عرقي وسياسي واسعة النطاق واعتقال قادة المعارضة وحالات استقطاب حادة حول جدول الانتخابات الموعودة التي أجلت عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى زعزعة استقرار البلاد على نحو متعاظم. وأضافت الجزيرة نت أن التقرير نقل عن هنريك أوردال مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو الذي يرصد عن كثب مسار منح جائزة نوبل للسلام قوله إن لجنة الجائزة دأبت على منح جوائزها إلى عمليات جارية كما هو الحال فيما يتعلق بإثيوبيا بدلا من إنجازات سابقة. وأعرب أوردال عن اعتقاده أن منح الجائزة لأبي أحمد ربما كانت المخاطرة الكبرى التي أقدمت عليها لجنة منح الجائزة، لكنه مع ذلك يرى أنه من المبكر جدا وصف هذا القرار بأنه فشل. وكان أبي أحمد قد كتب في مقال نشرته مجلة إيكونومست البريطانية الشهر المنصرم إن التزامه بإجراء إصلاحات يظل راسخا رغم العقبات العديدة التي اعترضت البلاد خلال عامين ونصف العام، بيد أنه أقر بالصعوبة التي تكتنف عملية بناء السلام في بلد له تاريخ طويل من أنظمة الحكم الاستبدادية. وتقول الصحيفة: لعل أكبر تحد يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي هو التململ الذي يشهده إقليم أوروميا الذي اشتكي سكانه الذين ينتمون لمجموعة الأورومو العرقية الأكبر في إثيوبيا من التهميش السياسي الذي تعرضوا له مع تعاقب الحكومات السابقة. وللمفارقة فإن أبي أحمد ينتمي هو الآخر للعرقية نفسها، ويتهمه الزعماء الأوروميون بمواصلة إقصائهم من الركب. وكانت اضطرابات قد اندلعت في الإقليم عقب اغتيال مغن شهير في 29 من يونيو الماضي، ولقي ما يزيد عن 200 شخص مصرعهم، بعضهم في اشتباكات مع الجيش والشرطة، كما اعتقل أكثر من 9,000 آخرين وجهت لقرابة الثلثين منهم تهم بارتكاب جرائم، منهم جوهر محمد وبقلي جربة أقوى زعيمين للمعارضة. وزعم عضو في هيئة الدفاع عن الزعيمين إن التهم الموجهة لهما ذات دوافع سياسية الهدف من ورائها منع المعارضة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، والتي يعتقد أنه كانت ستفوز بها. ويعتقد كاتب التقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ماكس بيراك مدير مكتب الصحيفة بالعاصمة الكينية نيروبي إن نذر أزمة سياسية أخرى تلوح في إقليم تيغراي الشمالي الذي مضى قدما في إجراء انتخاباته المحلية رغم تعليق مفوضية الانتخابات الوطنية لعمليات الاقتراع كافة بسبب جائحة فيروس كورونا. ووافق نواب البرلمان الإثيوبي على خفض التمويل المقدم لهذا الإقليم، وهو القرار الذي وصفه مسؤول بالإقليم بأنه يرقى لإعلان الحرب.
يخرهو بتعقستي زعمن قد يخرهو وإنت زيت موت على زيت عبد وإنت زيت موت على زيت عبد كم ولا لا معاه فري عزمك كم بلا مبرحتي تحب المقدي تعبستي والشماع رأس كله هبدي تعبستي والشماع رأس كله هبدي معلتي وخلص اللوم معلتي وخلص اللوم بتعقستي زعمن قد يخرهو بتعقستي زعمن قد يخرهو فتنين يعلم يعبي ولا ينقاس فتنين يعلم حالة يقولوا زي حل فيكونه شكرات تتصور تعقستي بمأمان كابسل ما تسقيرو بتحبرها كابسل ما تسقيرو بتحبرها معلتي وخمس اللوم معلتي وخمس اللوم بتعقستي زعمن قد يخرهو بتعقستي زعمن قد يخرهو عقستي بغدا تنعمت عريق تعقستي بغدا تنعمت عريق تحرق شفريا مسمسح مفريق وانا قصيرة ما عدى تبسيمة تعقستي أنت صكا زا أستايت سما تعقستي أنت صكا زا أستايت سما تعقستي أنت صكا زا أستايت سما
مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم متابعة بثنا على العنوان التالي في شبكة الإنترنت www.r.nahda.com. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي أديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم. نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.